اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على الافضل والصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقدم لكم انا وماما طريقة عمل مسقعة، وممكن نقدم جنبيها بطاطس محمرة. يا رب الاكلة النهارده تعجبكم، ويلا بينا نقول المقادير ونقول بسم الله. معانا بتنجان، وطبعا انت تجيب الكمية اللي عايزاها، ومعانا طماطم، ومعانا بصلة وتوم وملح وكمون وكزبرة. وهنبتدي بقى هنقطع البتنجان، وهنرش عليه شوية ملح، وهنعصر الطماطم، وهنقطع البصل صغير، وهندق التوم. وطبعا معانا فلفل لو انتي حابة فلفل بقى رومي او فلفل حراق، اي فلفل تحبيه. ده بنقليه بعد ما بنقلي البتنجان. ويلا بينا نبتدي نعمل التسبيكة بتاعة المسقعة. ونجيب حلة نحطها على النار، ونحط فيها حبة زيت صغيرين، ما نكترش الزيت لان طبعا البتنجان بنقليه بزيت فبيكون فيه زيت كتير. وننزل البصلة على الزيت لونها بس يصفر كده شوية. وطبعا التوم دقينه هننزله ونقلبه كده تقلبتين مع البصلة. والطماطم بقى هنحطها ونحط عليها التوابل ونقلبها كده مع بعض، ونغطيها ونسيبها لحد لما تتسبك. وهنروح بقى نبتدي نقلي البتنجان. هنجيب الطاسة اللي هنقلي فيها البتنجان، هنبتدي نحط فيها الزيت، وهننزل البتنجان، واول ما بيحمر بنقلبه على الوش التاني، وبنطلع بقى البتنجان في مصفى علشان لو في اي زيت زيادة فيه يتصفى في المصفى. وطبعا وانت بتقلي البتنجان الزيت بيقل، فبتزودي كل ما بتلاقيه قل بتزودي حبة زيت تاني لحد لما تخلص كمية البتنجان اللي معاك. وبعد كده بنجيب الفلفل نبتدي بقى نقليه بس في حبة زيت صغيرين خالص، ونوطي النار خالص لان الفلفل بيطرطش اول ما بتحطيه في الزيت، فتاخدي بالك علشان ما تتلسعيش. وطي عليه النار، وبرضو بنقليه على الناحيتين. بعد كده خلاص بقى بنطلعه من الزيت. وطبعا كده خلاص قلينا الفلفل وقلينا البتنجان والطماطم بقى كده خلاص زي ما شايفينها اتسبكت معانا. وطبعا بتشوفي الملح بتاعها، لو حابه ان انت تضيفيلها ملح تاني ممكن تضيفيه. ونبتدي بقى ننزل بالبتنجان، وهنحطه على الطماطم اللي اتسبكت، ونقلبه كده تقليبة بسيطة، ما نقلبش فيه كتير علشان ما يبقاش متقطع كده في المسقعة، يعني يبقى صحيح كده زي ما هو وشكله حلو. نقلب كده بقى تقليبة بسيطة، ما نسيبهوش على النار ولا على اي حاجة. هو كده خلاص القطة طالما اتسبكت والبتنجان اتقلى، يعني كل حاجة كده خلاص معانا مستوية، بس هو هيتقلب حاجة بسيطة خالص في الطماطم بتاعته. كده هيكون جاهز اللي احنا نقدر نغرفه. واكلة سهلة قوي وما فيهاش اي حاجة صعبة، وطبعا طعمها حلو جدا. كده بعد ما خلصت بنبتدي بقى اللي احنا نغرف على قد ما احنا ما عايزين. والفلفل برضو بنقدر اللي احنا نحطه لو احنا حابينه. وممكن نحط جنب المسقعة طبق كده بطاطس محمرة ناكلها مع المسقعة، بتبقى حلوة قوي. ويا رب الاكلة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد بنعمله، ودعمونا باللايك، وقولولنا ايه رأيكم في المسقعة النهاردة. وبألف هنا وشفا عليكم.